نحن لا نخوض استحقاقات عادية، بل نواجه محطة حاسمة في مسار سياسي بدأناه وتحملنا خلاله الأعباء، ورسمنا فيه تجربة حقيقية تحسب لدى جميعا. واليوم نقف متحدين وعازمين على مواصلة المسار لنؤكد للعالم أننا أهل للريادة، ولعل الحسم الذي توصلت إليه لجنة الانتخابات بحزبنا بخصوص ما يناهز 90% من المرشحين الذين سيمثلون الحزب خلال استحقاقات قادمة يعد دليلا واضحا وملموسا على جاهزيتنا التامة وعلى تماسك تنظيمنا الداخلي وقوة آلياتنا في الحسم والاختيار، ويعكس أن الأحرار جسم سياسي منظم واثق من مساره ومستعد لخوض مختلف المحطات المقبلة بثبات ومسؤولية. ونقولها بكل ثقة اليوم في هذه اللحظة التاريخية، نقول أننا سنظل في الريادة، وسنكون بعد 8 أشهر من الآن في الريادة، وسنتبوأ المرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة.